ايه الزهق والملل ده؟ يلا بينا نطش طشة جديدة في طشة سالم. بينا على المطبخ. بص. النهاردة هنعمل مكرونة بالجمبري والوايت صوص. حاجة في طشة الطشة تستاهل بقك. المكون الرئيسي بتاعنا هو الجمبري، هنا مشروم فريش، فلفل أخضر وفلفل أحمر. معانا بصلاية صغيرة متقطعة يعني صغير جدا، ومعانا توم مفروم، ومعانا كمية محترمة من الزبدة. هي الأكلة دي محتاجة زبدة كتير. طبعا معانا المكرونة الفوتوتشيني بتاعتنا، ده أفضل نوع أنا بحب أستخدمه. ومعانا طبعا اللبن والدقيق اللي هنعمل منه الوايت صوص. يلا بينا. ادي اول حاجه الحله بتاعتنا حطيناها على النار فيها ميه علشان نبدا نسلق المكرونه بتاعتنا. وهنا الميه بتاعت المكرونه بدات تغلي، هننزل كده عليها بمعلقتين ملح كويسين، وهننزل بالمكرونه بتاعتنا. وبعد ما نزلنا بالمكرونة بتاعتنا هنسيبها من 8 ل 10 دقايق بس، مش أكتر من كده على النار، وهتكمل تسويتها في الفرن. تمام. ونقول المكرونة بتاعتنا الشكل ده شغال أهي. صفينا المكرونة بتاعتنا بعد بالظبط 8 دقايق على النار، ما أخدتش وقت أكتر من كده. دلوقتي هنبدأ نعمل صوص الكريمة بتاعنا. ننزل بثلاث مكعبات زبدة كبار، وهننزل عليهم بثلاث معالق كبار دقيق، وهنقلب الاتنين مع بعض. نفضل نقلب كده لغاية ما الزبدة تدوب والدقيق بتاعنا يتحمص شوية. دي أول ما الزبدة كلها ساحت كده واختلطت بالدقيق بالشكل الجميل ده زي ما حضراتكم شايفين كده، هنبدأ ننزل بلتر حليب كامل. نفضل نقلب فيها كده لغاية ما تبدأ تربط معانا ويبقى الصوص بشاميل تقريبا، بس أخف شوية من البشاميل. هننزل فوق الكريمة بتاعتنا بربع معلقة فلفل أسود ونص معلقة ملح، وأخيرا هنضيف مكعب مرقة خضار. وادي الكريمه بتاعتنا كده، هو ده القوام اللي احنا عايزينه، مش عايزين اتقل من كده ولا اخف من كده. طشه سالم غير اي طشه. بقى هنبدا نشتغل على الجمبري بتاعنا. تمام. واول ما تسخن نقوم نازلين ب ثلاث مكعبات كده من الزبده، وننزل عليهم بالجمبري بتاعنا على طول، نديله صدمه وهنشيله تاني. الجمبري يا جماعه ما بياخدش وقت خالص على النار، يعني إحنا هندّي له صدمة وهنشيله تاني وهنكمّل مكانه بقية خطواتنا ونرجع ننزّله على المشروم والكريمة والحاجات دي في الآخر خالص، لإن هو ما بياخدش وقت في السِوَى تمامًا. ادّي له نُص معلقة كزبرة ونُص أو ربع معلقة فلفل أسود وربع معلقة كمون. هنقلّب، نفضل نقلّب كده لغاية ما الجمبري لونه يتغيّر. وأول ما الجمبري بتاعنا كده بدأ ياخد اللون الأورنج الجميل ده، هنشيله من الحلة بتاعتنا ونسيبه على جنب، وهنكمّل بقية الوصفة مكانه. آدي أول حاجة معانا هننزل بالبصل والتوم اللي إحنا مقطعينهم فوق الصوص اللي نازل من الجمبري ده، عشان ناخد التيست بتاعه، هيودّي المكرونة بتاعتنا في حتّة تانية خالص. آدي كده شوّحنا البصل بتاعنا كويس جدًا، أول ما أخد التشويحة دي نقوم نازلين عليه بالمشروم الفريش بتاعنا. فإحنا كده نزلنا بالمشروم بتاعنا فوق البصل والتوم. نقلّب كده لغاية ما المشروم يدبل خالص معانا. ادّي زبدة يا ست الكل ما تخافيش، خلّي الكوليسترول يضرب في السما. والمشروم برضه إحنا مش هنسيبه أكتر من دقيقتين 3 بحيث إن إحنا بقية الحاجات دي هتكمّل تسويتها في الفرن. تمام. أول ما يبقى معانا المشروم بالشكل ده
نقوم نازلين معانا بالفلفل الأحمر والفلفل الأخضر، ننزل بالفلفل بتاعنا الأحمر والفلفل الأخضر بتاعنا، وهننزل بنُص معلقة كزبرة، ونُص معلقة كمون، ونُص معلقة فلفل أسود، نُص معلقة بابريكا، ومعلقة صغيرة ملح، ونقلِّب كل ده ونسيبه بقى إيه، لغاية ما الفلفل يبدأ يدبل شوية، حاجات بسيطة يعني. هنا بعد ما وصلنا بقى للمرحلة دي، هنقوم نازلين بالجمبري بتاعنا تاني، نرجّعه تاني هو وكل الصوص اللي نزل منه ده. وبعد ما نزّلنا الجمبري تاني، هندّي له تقليبتين برضه مش هنكتّر عليه، بالضبط دقيقتين، نقوم نازلين على الخليط بتاع الجمبري والمشروم والفلفل بالكريمة اللي إحنا عملناها. كده. شايفين قوام الكريمة عامل إزاي؟ إيه، نقلّب كل ده مع بعضه ونسيبهم بقى إيه، ياخد ويدّي بشكل وِدّي. تعالوا بقى نودّي الطعم في حتّة تانية، هنضيف عليهم معلقتين قشطة بلدي، قشطة بلدي، في طشة سالم هتاخد حاجة على أصولها. معلقتين قشطة بلدي، شايفين شكل الصوص وحلاوته ولونه عامل إزاي؟ خطير، خطير. هنسيبه بقى يغلي شوية كده مع الجمبري، مع المشروم، مع الفلفل، وحاجة هنضيف شوية شبت وبقدونس كده، دي آخر حاجة قبل ما نطفي النار على طول. دلوقتي هنقفّل أحلى مكرونة بالجمبري هتاكلها في حياتك، ودلوقتي هنعمل بقى الصينية بتاعتنا. كده إحنا حطينا نُص المكرونة اللي معانا في الصينية من تحت بالشكل ده، وهنبدأ ننزل عليها بالجمبري والخليط بتاعنا بتاع الكريمة اللي إحنا عملناها، وهننزل بعد كده بالطبقة التانية من المكرونة. كده نزّلنا الطبقة التانية من المكرونة، وهنبدأ ننزل عليها بالصوص بتاعنا. ده كده الشكل النهائي للصينية بتاعتنا قبل ما تدخل الفرن. فاضل إن إحنا ندّيها جبنة فوق الوش، وده كده الشكل النهائي بعد ما حطينا الجبنة. عايز بقى تعملها في صينية تمام، عايز تعملها في طاجن برضه تمام. خش الفرن في الرف اللي في النُص لمدة 15 ل20 دقيقة بالكتير لغاية ما تاخد لون حلو جدًا، شغّال الفرن شغّال شواية وشغّال من تحت الاتنين مع بعض. جميلة بعد ما طلعت من الفرن، بالضبط أخدت 20 دقيقة. بُص، 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 اسمع الصوت، اسمع الصوت، اسمع الصوت. هاستناكم تجرّبوها، كل اللي يجرّبها يقول لي رأيه في الكومنتات، وبالهنا والشفا عليكم. سلام.